السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. النهارده هنعمل اهم وصفه في العيد وهي الرقاق باللحمه المفرومه. لو متابعيني على القناه كنا الفيديو اللي فات حضرنا مع بعض الرقاق الناشف بكل تفاصيله وسويناه بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده من غير فرن، وطلع معانا بالشكل الجميل ده. النهارده بقى هنطبقه كده مع بعض ونعمله في صينيه، وهقولك على كل التفاصيل والتكات بتاعته عشان يطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. حاجة كده ما شاء الله عليه جميل جدا. وهنتكلم عن التسوية المظبوطة علشان يطلع معانا بالجمال ده. شايفين الطبقات والتوريقات؟ حاجة كده فاخر من الاخر، ولا هو معجن ولا هو كده مش مستوي وناشف معانا، لا ده هو مظبوط بالظبط. هوريلكم كمان من جوه، شايفين الحشوة ماسكة نفسها ازاي؟ شايفين الطبقات والتوريقات كأنه زي الجلاش بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. اول حاجه هنحضرها معانا هي الحشوه. انا كان معايا هنا يعني حوالي كده 300 جرام من اللحمه، هي كانت قطع عندي وانا فرمتها في الكبه. حطيت معلقه صغيره من الماده الدهنيه والطاسه بتاعتي تكون سخنه، ونزلت باللحمه بتاعتي الاول كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بديها بقى رشة ملح صغيرة كده ورشة فلفل اسود كده في الاول لحد ما اللحمة تتفكك معايا كده وتاخد صدمة ولونها يغير معانا. بعد كده زودي بقى الاضافات اللي انت حباها. شايفين بالشكل ده؟ انا عشان فرماها في الكبة فتحس ان هي فيها قطع كبيرة كده، بس هي بعد ما تستوي هتلاقيها بتتفتفت معاكي. لحد ما اللحمة تغير لونها كده وتاخد صدمة، هنزل ببصلتين كبار انا فرماهم في الكبة بالشكل اللي انت شايفينه ده. والبصل طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها وعلى حسب ذوقك انت. انا بصراحة بحب ازود كده خضار في الحشوة لان ولادي مش بيحبوا الخضار، فانا بنتهز الفرصة كده ان هم بياكلوا حاجة زي دي، وبحط لهم الخضار كده مفروم في الكب علشان يستفادوا من الفوائد بتاعته. على نار عالية زي ما احنا بنفضل نقلب كده البصلة مع اللحمة لحد ما البصلة تدبل بس معايا كده حاجة بسيطة. بنزل بفصين من التوم او معلقة صغيرة جدا من التوم، وبعد كده معايا الخضار بتاعي. انا معايا هنا فلفل الوان وجزرية صغيرة وكوساية صغيرة برضو اخدتهم في الكبة كده فرم ناعم وضفتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلتلك الخضار على حسب ذوقك انت وعلى حسب احتياجك. لكن احنا عارفين برضو تعصيجة اللحمة اللي هي الاساسية لصينية الرقاق اللي هي لحمه مفرومه وبصله وخلاص على كده والتوابل بتاعتك. لكن زي ما قلتلك انا بحب ازود الخضار بتاعي بالشكل ده. تعالوا بقى نتكلم على البهارات اللي انا ضفتها. ضفت بقى رشه الملح بتاعتي ورشه صغيره كمان من الفلفل الاسود، وضفت كمان عود قرفه كده صغير بحب ريحتها جدا مع اللحمه المعصجه، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه. وكان معايا في الاول كده معلقه كبيره من بهارات اللحمه او اي بهارات انت بتفضليها. بفضل بقى اقلب اللحمه بتاعتي كده، وبعد كده بهدي عليها النار واسيبها حوالي 10 دقايق لحد ما الخضار يستوي تماما وينزل ميته ويشربها وتنشف معايا وتكون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. انتوا شفتوا الاول كميه الخضار كانت كبيره، بعد ما استوى الخضار ونزل ميته بقى بالشكل ده. هنسيب اللحمه بتاعتنا لما تبرد تماما، وتعالوا نحضر بقى الشوربه اللي احنا هنسقي فيها الرقاق بتاعنا. الشوربه ما تكونش بارده خالص ولا تكون مغليه نازله من على البوتاجاز، تكون زي ما شفتوها كده معايا. بحط صباعي فيها كده يا دوب استحمله لثانيه كده وارفعه. ما هيش كانت بتغلي، يا دوب كده سخن حاجه بسيطه. وهقولك ليه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. بعد كده بجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها وبدهنها مسحه سمنه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبنزل بقى الرقاق في الشوربه، وبعد كده بحطه في الصينيه بالشكل ده. الصينيه اللي فيها الشوربه دي اللي احنا سوينا عليها الرقاق قبل كده في الفيديو اللي فات، والصينيه التانية دي اللي اقل منها اللي انا قلت لكم هنعمل فيها صينيه الرقاق علشان تكون على قد الرقاق كده، والطبقات بتاعتنا تكون شكلها حلو من جوه ومتساويه، علشان ما نقعدش نكسر في الرقاق بتاعنا وتحس كده ان الطبقات كلها من جوه مش واضحه او معجنه كده معاكي وما بيبقاش شكلها احسن حاجه. لكن لما بتحط كده الرقاق على قد الصينيه بتبقى معاكي طبقات وتوريقات كده زي ما شفتوها معايا في اول الفيديو. طبعا الرقاق بتاعك هو ناشف، فلما بتحطيه في الشوربه مش بيلين للدرجه اللي هي ان هو يتفرد في الصينيه، فبيكون لسه ناشف معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تضغطيش عليه خالص ولا تكسريه، سيبيه كده. مجرد ما انت تحط التانية عليها هتلاقيها لانت ونزلت كده معاكي وما عادتش واقفه زي ما انتوا شايفين كده. وما بين كل رقاقه والتانية بندهن مسحه سمنه خفيفه كده زي ما انتوا شايفين.
شايفين الرقاقه واقفه ازاي؟ مش بضغط عليها، مش بكسرها، علشان معجنش الطبقات بتاعتي وتفضل كده في توريقات وطبقات في قلب صينيه الرقاق بتاعتي. ودي برضو النقطة المهمة اللي قلتلك عليها في الاول، ان الشوربة ما تكونش بتغلي. لو الشوربة بتغلي هتلاقي الرقاقة بتاعتك لانت خالص وطريت خالص، ومجرد ما انت تحط الطبقات كده على بعض هتلاقيها عجنت معاكي. لما تيجي تستوي في الفرن هتكون معجنة كده، تقطعي القطعة تحس ان هي كلها عجين في بعضها، ما هيش عبارة عن توريقات وطبقات كده زي ما شفتوها معايا. فانا عشان كده بقولك خلي الشوربة تكون دافية حاجة بسيطة. هنا انا عملت حوالي 6 رقاقات في ارضية الصينية، وهنا كنت بوريكم شايفين قد ايه طريت. مجرد بس ما انا جبت الطاسة اللي فيها اللحمة المفرومة كان الرقاق طري على بعضه كده ونزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط بقى كمية اللحمة المفرومة بتاعتي اللي انا عايزاها على حسب ما انت حابة، وبفردها كويس جدا في الصينية. اهم حاجة الاطراف كده ما نجيش عليها قوي، علشان اللحمة ما تخرجش كده وتلزق في حواف الصينية ويكون شكلها مش احسن حاجة. انا هنا حبيت ازود شوية كده من الجبنة الموتزاريلا بيمسكوا لي الحشوة. لو مش موجودة عندك خلاص مفيش اي مشكلة، او ممكن تجيبي بيضة وتضربيها كده مع رشة فلفل اسود وترشيها على اللحمة المفرومة كلها عشان تمسك لك الحشوة مع بعضها. ولو مش حابة خلاص مفيش اي مشكلة، ممكن ما تضيفيش اي حاجة خالص. هكمل بقى الطبقة اللي فوق بنفس الطريقة، هحط حوالي برضو 6 رقات، ما بين كل طبقة والتانية بمسح مسحة سمنة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما خلصت الطبقة بتاعتي هنا بوريكم الشوربة اللي باقية معايا كلها بقى دي نازل كده من الرقاق واتعفرت معايا. ما بزودش بيها صينية الرقاق بتاعتي ابدا. انا بشوف ناس بتزود الصينية بالشوربة دي، لا طبعا ما يفضلش ان احنا نزودها بالشوربة دي، لان هي نزل فيها عفرة الرقاق والدقيق والحاجات دي كلها. هنقول لكم برضو هنزوده بايه دلوقتي هتديله طعم جميل جدا. تعالوا هنا اوريكم صينيه الرقاق بتاعتي. هنا انا بقول لكم هي لسه ناشفه، مش ناشفه قوي يعني، شايفين الرقاق لسه محتفظ بشكله كده وهايش معايا. سيبيه بس حوالي 4 دقايق 3 دقايق هتلاقي كده الرقاق لان معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتعرفي بقى تظبطي الصينيه بتاعتك، تفرديها كده، تضغطي عليها ضغط خفيفه، ففي الوقت ده مش هتعجني الرقاق معاكي، هيبقى كده محتفظ بشكله زي ما هو. بعد كده هنقطع صينيه الرقاق قبل ما بندخلها الفرن، علشان كده القطع تكون متساويه وما تتكسرش معاكي بعد كده لما تيجي تقطعيها بعد التسويه. فيفضل طبعا ان انت تقطعيها قبل التسويه بالشكل ده. حاولي كده تظبطي التقطيعه بالظبط وتوصلي لاخر الصينيه، والسكينه بتاعتك تكون حاميه وتمشي كده بالشكل اللي انت شايفينه ده، علشان ما تهدريش معاكي الطبقات او تعجني معاكي الطبقات. بعد ما قطعت الصينيه بالشكل ده بجيب معايا حوالي نص كوبايه من اللبن الحليب الدافي، يعني دافي حاجه بسيطه، ما هو السخن برضو بيغلي ولا هو ساقع. وبمشي كده على الصينيه بالشكل ده. اضافه اللبن بتدي طعم خطير جدا للرقاق، احسن من الشوربه اللي احنا كنا هنضيفها اللي فيها دقيق. لا اللبن بيديله كده طعم جميل جدا. وبعد كده بمسح كده على وش الصينيه بتاعتي بمسحه من الماده الدهنيه اللي كانت باقيه معايا. الماده الدهنيه دي الموجود عندك بقى، يعني سمنه على زيت، زبده، المتوفر عندك. انا بصراحه كنت عامله خليط ما بين السمنه والزيت والزبده، يعني مكعب بسيط جدا من الزبده وشويه زيت صغيرين ومعلقه سمنه كده، سيحتهم كلهم مع بعض وكنت بدهن بيه ما بين الطبقات زي ما شفتم كده. وفي الاخر اديت مسحه كده على وش الصينيه بتاعتي. تعالوا بقى اكلمكم عن القمر ده استوى ازاي وعن تسويته المظبوطه. في الوقت طبعا اللي احنا بنحضر فيه الصينيه بتاعتنا وبنجهز كده الرواق بتاعنا، بنشغل الفرن جنبنا عشان يسخن كويس جدا. بعد ما بنخلص الصينيه بتاعتنا ونظبطها كده ونقطعها، بدخل الصينيه على الشبكه، والشبكه بتكون في نص الفرن. الفرن شغال من تحت بس على نار متوسطه مايله للعاليه شويه. بنسيبها بقى في الفرن كده حوالي من 45 دقيقه ل 50 دقيقه. ما تقلقيش عليها خالص، اهم حاجه طول ما هي في الفرن تبص عليها، تلففيها الناحيه دي شويه والناحيه دي شويه عشان تاخد لون موحد وتسويه موحده. عايزه اقول لكم الوش بتاعها ده انا مشغلتش الشوايه نهائي، هي اخدت اللون ده من فوق ومن تحت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهي وقت التسويه علشان انا سبتها استوت براحتها في الفرن. فالطبقات كده استوت معايا وبقى فيه توريقات في قلب الصينيه بتاعتي من جوه، وخدت حقها كده في التسويه. ما تستعجليش عليها وتعلي الشوايه او تعلي الفرن علشان ما تتحرقش معاكي من بره او تاخد لون من بره وهي من جوه لسه معجنه.
عايزه اقول لكم من جوه مستويه جدا، الطبقات مورقه كده وفي نفس الوقت طريه معايا. هي الطبقه اللي من فوق تحس انها مقرمشه حاجه بسيطه، اول ما بتخرج من الفرن تديها مسحه من الماده الدهنيه اللي كانت باقيه معاكي، وتغطي عليها كده بصينيه تانية اكبر منها او بالطبق، وتسيبيها حوالي 10 دقايق ربع ساعه في الصينيه زي ما هي. هترد كده من حراره الفرن وهتلاقيها طريت معاكي وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال وشايفين الطبقات والتوريقات من جوه؟ شايفين توريقات الرقاق عامله ازاي؟ متساوية، مش مقطعة، مش معجنة، حاجة كده ما شاء الله عليها مظبوطة بالظبط. وطبعا الرقاق بتاعنا احنا محضرينه في البيت، فعجنينه كويس جدا وفردينه كويس جدا، يعني حاجة كده ما شاء الله عليها فاخر من الاخر. اعمليه كده من الالف الى الياء هيعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليه من حلاوته. شايفين طبقات الرقاق عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليه جميل جدا. والحواف بتاع الرقاق زي ما كنت بقول لكم في الفيديو اللي فات، ما هيش تخينة ولا سميكة كده ولا ناشفة معانا، الرقاق كلها شكل بعضها كده زي الجلاش بالظبط. شايفين الجمال ما شاء الله؟ شايفين القطعة قد ايه طرية والتوريقات بتاعتها من جوه؟ ما شاء الله عليها، ربنا يديمها علينا يا رب نعمة ويحفظها من الزوال. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى انه يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني ويشجعني جدا. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.